هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن تجربه حلوه قوي ولطيفه جدا لكل الناس اللي بتحب القرايه. جايه اقول لكم ان اضخم مكتبه في العالم، وهي عباره عن سفينه اسمها لوجوس هاب. السفينه دي هتوصل مصر ان شاء الله 4 يناير، واخر يوم ليها في مصر يوم 23 يناير. هتوصل ميناء بورسعيد. تمام؟ طيب، السفينة دي تاني مرة هي هتزور فيها مصر. زارت مصر من 12 سنة. تعالوا بينا نشوف حجم السفينة دي ايه. حجمها يعني كبير جدا، بتضم اكتر من 400 متطوع من اكتر من 60 جنسية مختلفة. لفت 150 دولة، ومن آخر 13 سنة زارها 50 مليون زائر. تعالوا بينا نشوف المواعيد ايه. المواعيد من 10 الصبح ل10 بالليل. عندك 12 ساعة تقرأ براحتك، تشتري الكتاب براحتك، انت حر. بلس كمان لو عندك طفل أقل من 13 سنة فهيدخل ببلاش. استفيدوا بجد من التجربة الحلوة دي. وسفينة زي كده فيها أكتر من 50,000 كتاب بأكتر من لغة مختلفة. ففرصة فعلا لكل اللي بيحب القراية إن هو يروح يشوف المكتبة الهايلة دي في ميناء بورسعيد. بجد تجربة حلوة جدا، وخصوصا إن الحاجة دي أو الحدث ده ما حصلش غير من 12 سنة. شكرا.